السلام عليكم متتبعي شيوا الداري. الوصفه ديال اليوم فهي خصوصا الناس اللي دايرين حميه او متبعين نظام غذائي صحي، ما كيبغوش بزاف المقليات باش كيحافظوا على الصحه ديالتهم. فهاد الوصفه هذه غنديروا مخرقه اللي غادي تكون طايبه ان شاء الله في الفران بلا قلي بلا حتى شي حاجه. نتمنى ان الفكره تعجبكم، ان الناس اللي متبعين هذا النظام تعجبهم ويجربوها. فندخلوا للمطبخ باش نوجدوها. بالنسبه للمقادير ديال الشباكيه اللي غنديروا في الفران، فغادي نحتاجوا 250 غرام ديال الطحين ديال النخاله ولا الدقيق الكامل، 250 غرام ديال الفرص، معلقه كبيره ديال زرع الكتان، نص كاس ديال اللوز، 2 المعالق كبار ديال الجنجلان، معلقه كبيره ديال النافع، صفار ديال البيضه، شويه ديال الزعفران الشعره، 2 المعالق كبار ديال الخل، نص باكيه ديال الخميره كيماويه ولا 4 غرام، معلقه صغيره ديال الخميره عاديه، شويه ديال المسكه الحره اللي كنتو كتوفروا عليها ما كانش عندكم بلاش منها، 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، نص معلقه كبيره ديال القرفه، وشويه ديال الملحه، واحد القبصه ديال الملحه. وغادي نحتاجو المزهر. غادي نجيبو الفراح وناخذ واحد المعلقه كبيره من هنايا، هذا راه اصلا عابره في 2 المعالق، ومعلقه كبيره ديال النافع. غادي نحمر معاه حتى اللوز باش نطحنهم كلهم طحنه واحده. غنحمرهم واحد شويه هنايا فوق البوطه. غناخذ واحد الكاس ديال المزهر، اللي ما كتبغيش المزهر بزاف دير نص كاس مزهر والنص الاخر الباقي ما. راني هنايا ما معمراش بزاف، غير حقد هكا. غنجيب الزعفران شعره نديرو هنايا في المزهر باش نخليه يطلق. فهنا فين غادي نخدمو سوا في هكايا في طاسه ولا قصريه، غادي نغربلو كاع هاد المقادير. فهنا هادشي اللي شاط ليا ديال النخاله غادي نطحنو حتى هويا في الطحانه باش يولي رطب. نطحن واحد شويه صافي. غادي نزيدو على هاد الدقيق الاول. كل عناصر غادي نغربلوهم، فغادي نغربل حتى الدقيق. فاي حاجه غادي نطحنها غادي نغربلها. بالنسبه للمسكه الحره راني طحنتها مع العناصر ملي كنت كنطحن، داكشي علاش ما وريتهاش لكم، كانت الكاميرا طافيه داك الساعات. فغادي ندير القرفه، ندير ديك القبصه ديال الملح، نديروا الخميره بجوج الانواع ديالها، وغادي نزيد الصفر ديال البيضه، نزيد الزيت ديال الزيتون، الخل، وغادي نجمع بالمزهر اللي حنايا درنا فيه هاد الزعفران شعره. كما كتشوفوا راه طلق فيه. هنايا غادي نعركوها مزيان. انتما شفتوا هنا راه بقى ليا غير شويه، فانا غادي نزيد عليه واحد شويه ديال الماء. نزيد عليه نيت دابا باش نوريكم شحال القياس. دو القياس الثومه، ونبقى نضيف وكنعجن في العجينه. صافي هنايا راني عجنت العجينه مزيان، شويه كتكون قاصحه باش تعاوننا في الطليق. فانا غادي نوجد غير البلاصه اللي غادي نخدم فيها ونبداو ان شاء الله نشبكوا فيها. كنجيو البلاصه فين غادي نخدموا، حيت انا ما غاديش نطلق بالرول، غادي نطلق بالماكينه. غادي ناخذ واحد من الكرات، غادي نجيو نديروا الرقم الواحد هو الاول باش نطلقوا العجينه. فهنايا عاوتاني غادي نطلقوه العجينه على الرقم. هنايا راني درت 4 عندي. هي خرجت لينا العجينه، غادي نهزها كلها. نبداو دابا كنخدموا. نجيو للعجين ديالنا نطلقوه هنا، وغادي نبداو كنصايبوه في الشباكيه ديالنا. فانا غادي نخدم بهذا الطابع هذا ديال الشباكيه ولا ديال المخرقه راني شاريه، او تخدموا بالجراره. ونمشيو كنقطعوا هذه الاولى. فهنايا راني قطعت، غادي نبدا بهاد الاولى. هذه الطابع كيعاونكم بزاف. نهز الشباكيه ونبدا. اللي كتعرف تشبك راه غادي تصايبها، واللي ما كتعرفش فكنهزو وحده الفوق وحده لتحت، وحده الفوق وحده لتحت. هاهي دونك قلنا وحده الفوق وحده لتحت، وحده الفوق وحده لتحت، وكيبقى هادو الفوق. يعني حنا دابا هنا عندنا 3. غادي نجيو لهنا لهاد الجوج هادو اللي عندي هنا، يعني في الاخر اخر وحده بقات لكم. تشدوا الطرف ديالها هكا وحده مع الراس مع الراس، وغادي تقرصوا هكا بيديكم وتجيبوا المخرقه. فنيشان انا غادي نحطها هنا باش نوريكم. انت حطها هنا وغادي نقرص هكا المخرقه، نهزها ونحطها في الطاوله. فانا غادي نكمل الشباكيه على هذا الشكل. ساليت
الطاوه الاولى ملي تكونوا خدامين يكونوا مغطيين المخرقه. دابا غادي ندخلها للفران على درجه حراره 150 بيد ما تحمر وتاخذ لون مذهب، وداك الساعات نجبدها. فبالنسبه للعسل فانايا هنايا راني حاولت انني نشري عسل اللي يكون هكايا ماركه مزيانه باش نتفاداو العسل اللي ما يكونش زعما مصايب غير بالسكر. كنتو عندكم العسل اللي صايبتو نتوما في الدار فتقدروا تستعملوه. فحنا هنايا باش تبقى زعما شباكيه صحيه 100% حتى العسل حاولنا اننا نستعملوا ماركه مزيانه. غادي نسخنوا واحد شويه باش منين نخرج الشباكيه من الفران نديرها فيه نيشان. المخرقه ها هي خرجتها من الفران مازال سخونه، فغادي تهزوها وهي سخونه وديروها في العسل. نطفصها في العسل باش تشرب. هنا غادي ندخل الطاوه الثانيه غادي ندخلها للفران. ساليت على غير تقطرات من العسل وقدمتها لكم دردره بالجنجلان. فبالنسبه لهاد الشباكيه المذاق ديالها كيجي زوين صراحه، كيجي زوين، ولكن في القرمشه كتجي مقرمشه هذه اكثر، كتجيك بحال الصابلي مقرمشه وكتجيش كتشربش بزاف العسل باغابوغ الشباكيه العاديه ناقصه كالوريات. فنتمنى ان الناس اللي طلبوني على هاد الوصفه هذه تعجبهم يجربوها ويصيفطوا ليا الصور ويخليو لي كومونتير لتحت على قناه هوى الداري. السلام عليكم.